شيخنا الأخ فواز يسأل يقول هو حلاق وكان يعني يحلق اللحية وينمص الحاجبين، فيقول ما الحكم في ذلك، وهل المال الذي اكتسبه من ذلك حرام؟ لا شك أن الأجرة على العمل المحرم تكون محرمة. لو أن الإنسان أخذ أجرة على عمل محرم فهذه الأجرة تكون محرمة تبعا للعمل المحرم. فحلق اللحية في الشرع محرم، والنمص الذي هو الأخذ من شعر الحاجبين أيضا محرم. أما الأخذ من شعر الوجه بالنسبة للنساء فمسألة فيها خلاف، هل تدخل في النمص أو لا تدخل في النمص المحرم؟ هما قولان لأهل العلم، والراجح عندي والله تعالى أعلم أن المرأة إذا كثر الشعر في وجهها يجوز لها أن تزيله بالخيط أو بغيره. أما إن كان قليلا فالأحوط أن تتركه. أما بالنسبة للرجل هو محرم عليه أن يزيل شعر اللحية أو أن يأخذ شيئا إلا ما أضر به، إذا ما كان قريبا من العين أو كان قريبا من الجفن ويتضرر به، نعم له أن يزيله. فنعود ونقول إن الأجرة على العمل المحرم محرم. والآن إذا تحصل لدى الإنسان مال من عمل محرم وتاب إلى الله عز وجل فماذا يفعل؟ عليه أن يتخلص من هذا المال إذا كان عالما بالتحريم. إذا كان عالما بالتحريم عليه أن يتخلص من هذا المال وينفقه في وجوه الخير، وله أن يأخذ حد الضرورة، يعني له أن يأخذ من هذا المال رأس مال يتجر به في تجارة حلال، يبتدئ به تجارة حلال، وما زاد على ذلك يتخلص منه بإنفاقه على أقاربه المحتاجين. نعم.